السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتكلم عن الفرق بين التكست إديتور والاي دي اي. اتفقنا إن حضرتك بتكتب السورس كود بتاع اللغة البرمجية اللي أنت بتتعلمها في برنامج، والبرنامج ده اسمه تكست إديتور. عندنا حاجة تاني اسمها اي دي اي. التكست اديتور تقدر تقول عليه انه برنامج بسيط بيعمل لك المطلوب، تكتب فيه الكود الخاص بلغة البرمجة بتاعتك وبتشتغل بيه عشان تطلع الابليكيشن بتاعك بدون اي مشكلة. البرنامج ده بيكون فيه حاجة اسمها extensions او اضافات. extensions جاية من extend. تخيل معايا البرنامج ليه بعض المميزات وانت بتشتغل بيه، راح واحد نزل اضافة جديدة بتعمل ميزة مش موجودة في البرنامج، فحضرتك ليك الحرية تنزلها او لا. فلو نزلت الإضافة دي بتبدأ تشتغل بيها وبتعمل لك الميزة الموجودة. بعد فترة ممكن مطورين البرنامج تعجبهم الميزة فيدمجوها في البرنامج مع الإصدار الجديد، فخلاص ما بقتش دلوقتي اكستنشن، بقت موجودة أصلا في البرنامج، وتظهر اكستنشن تانية وتالتة ورابعة عشان تزود إمكانيات البرنامج. طيب إيه قصة الاي دي اي؟ كلمة اي دي اي اختصار ل Integrated Development Environment، يعني بيئة عمل خاصة بالتطوير مدمجة في البرنامج بتاعك. يعني ايه بيئة عمل خاصة بالتطوير؟ يعني في مميزات من المميزات العظيمة جدا موجودة اصلا في البرنامج بتساعدك في المشاريع الكبيرة. زي ايه؟ كل حاجة من اللي احنا هنقولها دي ليها فيديو كامل هنتكلم عنها بالتفصيل وبالتجارب، بس النهاردة هكلمك عنهم كده زي السلام عليكم. حاجة زي الريفاكتور. حضرتك عندك ابلكيشن كبير جدا وفي دوال برمجيه كتيره جدا، وجيت عايز تغير اسم واحده من الدوال البرمجيه دي. الريفاكتور بيغير لك جميع الدوال دي لو انت غيرت واحده بس منهم عن طريق خاصيه الريفاكتور اللي انت هتستخدمها. في الوضع العادي طب المفروض انا بعمل ايه؟ بمشي عليهم كلهم في كل مكان واغيرهم بنفسي يدوي، فوارد ان انا انسى واحده فيهم. انما الريفاكتور مش هينسى لانه فاهم الكود كله كاملا، فبيغير لك كل حاجه من مكان واحد. دي خاصيه الريفاكتور. مش دايما بتلاقيها في التكست اديتور، لكن في الاي دي اي بتكون موجوده. عندنا حاجه زي الاف تي بي، ودي اختصار لفايل ترانسفير بروتوكول او اتفاقيه نقل الملفات. حضرتك بعد ما خلصت الابلكيشن بتاعك تقدر ترفعه على الانترنت. طب هو في الوضع العادي انا المفروض برفعه ازاي؟ يعني لو ما عنديش الميزه دي، بتنزل اي برنامج من برامج الاف تي بي زي فايل زيلا مثلا او سايبر داك، والبرنامج ده بتحط فيه ملفاتك وترفعه للسيرفر او للانترنت، ولينا ميعاد مع السيرفر والاستضافه والكلام ده كله. البرنامج بتاعنا الاي دي اي بيكون فيه الميزه دي، فما بتحتاجش ان انت تنزل برامج تانية من نفس التطبيق، بتديله بيانات السيرفر ويرفع الكلام ده. عندنا مثلا حاجه زي الكومبايلر، واللي اتكلمنا عليها انه بيترجم السورس كود بتاعك للغه الكمبيوتر، موجود اصلا ومدمج فيه. عندنا حاجه زي التيرمينال، المكان اللي بتكتب فيه اوامر معينه عايز تنزل باكج او برنامج يساعدك في التطوير او يساعدك في الابلكيشن بتاعك. كل ده موجود اصلا في البرنامج عادي من غير اي حاجه، لان دي البيئه التطويريه المدمجه في البرنامج بتاعنا. عندنا حاجه زي الماكروس، ودي حاجه من الحاجات العظيمه جدا. خليني اقول لك فكره الماكروس دي في عالم الجيمنج مثلا. حضرتك بتلعب لعبه والشخص اللي انت بتلعب بيه عنده سكيلز كتيره جدا مترقمه كده من 1 ل9. رقم 1 بيعمل سكيل واتنين وتلاته وكل واحد فيهم بيعمل سكيل. رقم 1 ده بيخلي الشخص ينط، رقم 2 يخليه يلف في الجو، رقم 3 يخليه ينزل على اللي قدامه بالعصايه او السيف. دايما لما بتقابل وحش من الوحوش بتعمل الثلاث حاجات دول، 1 2 3. تخيل معايا بقى لو عملت حاجه اسمها ماكرو سميتها اتاك. الماكرو دي بتعمل الثلاث حاجات دول ورا بعض، واديلها زرار معين اسمه مثلا زد، لو دوست على الزد يعمل الماكرو دي كاملة 1 في 2 في 3. تخيل بقى العظمة دي في عالم البروجرامينج لما تسجل اكشن معينة وتروح تعملها بزرار واحد عشان توفر عليك وقت. كل الكلام ده برضو موجود في عالم البيئات التطويرية او الاي دي. حاجة زي الديباجر، ان انت تمشي على الكود بتاعك لاين باي لاين وتست الكود كله عشان تعرف المشكلة فين وتقدر توصل لاي ثغرة او حاجة عاملة لك مشاكل او عامله دروب في الابلكيشن بتاعك. وطبعا ده تعريف بسيط جدا وهبل جدا، يعني هنتكلم عن الديباجنج ده كتير جدا في الفيديوهات الوصف وكمان واحنا بنشرح، لان ده عالم كبير مش عالم بسيط. حاجه زي الداتا فيجوالايز، عندك داتا معينه في الابلكيشن بتاعك يقدر يعمل لك ليها رسوم بيانيه كده وحاجات فيجوالز كده عشان تبين لك الداتا دي، مش مجرد كده مثلا تكست قدامك. حاجه زي البروجرامينج لانجويج سبورت، ان انت تسبورت لغات برمجه معينه. يعني ايه سبورت لغات برمجه معينه؟ يعني في التكست اديتور العادي ممكن ما يكونش موجه للغه معينه، انت مثلا بتكتب بيه
HTML و CSS و جافا سكريبت، ودي لغات لسه هنتكلم عنها في المستقبل. وفي لغه معينه هو مش بيسبورت اللغه دي، فهو معاك ما عندوش مشكله وبيكتب اللي انت عايزه، بس مش فاهم الكود، فمش بيساعدك في تكمله الكود، مش بيساعدك انك يستنتج لك حاجات معينه تمشي معاك وتوفر عليك وقت. لكن في الاي دي اي لو هو بيسبورت اللغه دي هيساعدك من الالف الى الياء، هينشئ لك مشروع وبالبنيه السليمه الخاصه باللغه، وكل حاجة انت المفروض تتعب وتعملها هو هيعملها لك، وهيكمل لك الكود ويساعدك وكل ما تتخيله، عشان هو بيسبورت اللغة دي. عندنا حاجة زي السب فيرجن. المشروع بتاعك ليه اكتر من اصدار، ممكن تجيب اصدار معين ترجع له، ممكن عندك فيتشر معينة لغيتها في اصدار وكملت، ممكن ترجع للاصدار ده عشان تجيب الميزة دي وتعملها تاني، ممكن تروح للاصدار عشان تشوف مين اكتر واحد في التيم كتب فيه كود، ممكن تعمل اي حاجه تتخيلها. المهم ان انت عندك نظام الفيرجنز دي موجوده كلها وتقدر ترجع لها بدون اي مشكله. في حاجه اسمها كود ريفرنس، ان الكود بتاعك اللي انت بتكتبه او السورس كود، الدوال البرمجيه بتريفير لبعضها، يعني ممكن تدوس على داله برمجيه يوديك على الملف بتاعها ويقول لك المكتوب فيها، عشان تقدر تتست الابلكيشن بتاعك كله، تبقى عارف كل حاجه انت كتبتها وتقدر تطور بدون اي مشكله، لان كل حاجه كونكتد وانت تقدر توصل لها بسهوله. مش محتاج تروح تبحث عن الحاجه دي في انهي ملف، مجرد ما انا ادوس عليها زي اللينك كده اقدر اوصل للمكان بتاعها بسهوله. في نقطه مهمه جدا، التكست اديتور العادي بتاعنا في بعض الاكستنشنز لو نزلتها عليه بتلاقي فيها الحاجات الموجوده في البيئه التطويريه دي عادي. ممكن تلاقي اكستنشن بيعمل لك موضوع الاف تي بي ده مفيش مشكله، ممكن تلاقي اكستنشن بيعمل لك موضوع الماكرو عادي، دي اكستنشنز بتنزل على البرنامج عشان تزود امكانياته مفيش مشكله. في النهايه الاي دي اي بيبقى اقوى واشمل، وفي حاجات كتير جدا بتساعدك في المشاريع الكبيره. طب حضرتك في بداية حياتك وانت لسه بتتعلم، الصح تنزل اي دي اي ولا تكست اديتور؟ يفضل تبدأ بالتكست اديتور عشان تركز في اللغة اللي انت بتتعلمها مش في امكانيات البرنامج. الاي دي اي هتلاقي عالم كبير قدامك هتحتاج تستكشفه، وده هياخد من التركيز بتاعك اللي انت محتاجه لتعلم البرمجة. فبعد ما تتعلم وتدخل في مشاريع كبيرة وربنا يكرمك، ابدأ اتنقل للاي دي اي واختار واحد من الاي دي اي المشهورة عشان تشتغل بيه. في نقطة تاني مهمة، بعض الاي دي ايز هتلاقي فيها امكانيات اكتر من اللي انا قلتها، وفي بعض الاي دي ايز تانية ما فيهاش نص اللي انا قلته ده، على حسب البرنامج اللي انت بتشتغل بيه. في النهاية البرامج كلها بتأدي نفس الوظيفة، لكن الموضوع راجع لراحتك النفسية. مفيش حد يقدر يجبرك على برنامج معين، انت بتشتغل بالبرنامج المناسب ليك بيريحك انت، بيكون فيه الامكانيات المطلوبة، يعني ما تعاندش، ما يبقاش عندك المشروع محتاج شوية حاجات وتعاند وتروح لبرنامج تاني. بروح للبرنامج اللي فيه الحاجات للتولز اللي انا محتاجها، ويكون مثلا الوانه كويسه اقدر ان انا اتعود على الخطوط بتاعته، الاوبشنز بتاعته سهله، التنقل فيه كده سهل، كل حاجه فيه لطيفه، بشتغل بيه براحتك محدش يقدر يجبرك. اشهر التكست اديتور فيجوال ستوديو كود، براكتس، اتوم، حاجات كتير قوي موجوده في العالم ده، وهسيب لك اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو اكتر من اللي انا قلته كمان في الفيديو. اشهر الاي دي ايز مثلا حاجه زي الفيجوال ستوديو، حاجه زي البي اتش بي ستورم، حاجه زي النت بينز، كل دول موجودين وفي اكتر منهم، وطبعا كالعاده ممكن مع الوقت تلاقي حاجات افضل من اللي انا قلتها، وده راجع ليك، والافضل ليا مش دايما افضل ليك. المفروض دلوقتي حضرتك لما تيجي تبدا تتعلم، نزل اي حاجه من البرامج دي، من التكست اديتورز دي، خد فكره عنها، اتفرج عليها قبل ما تتعلم تكتب كود، خد بس جولة عن العالم ده شكله ايه قبل ما تدخل تتعلم، تبقى فهمت ان في حاجة اسمها تكست اديتور بكتب فيه الكود، وفهمت ليه في حاجة اسمها اي دي اي وامتى انزلها. هو ده المطلوب منك في الفيديو. يا رب يا جماعة الفيديو يكون سهل وبسيط وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.